سلام البنات، واش راكم؟ واش صحتكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل اللي يشوف الفيديو يكون لاباس. جبت لكم كاستيل ينور الوجه، بنين خفيف، ما كانش فيه مقادير حاجه كبيره، غوسات ان شاء الله تعتمدوها ان شاء الله ديما، تبعوا تشوفوا كيفاه يجيكم كاستيل روعه. هنا عندي 5 بيض، فيه قرصه ملح، وراح نضربه شويه هكا حتى يتشكل لي رغوه بيضة. من بعد راح نزيد كاس وربع سكر بالتدريج، كاس وربع سكر. هنا عندي كاس تاع 220 ميلي، مش كيف يقولوا 220 المهم مليلتر ولا كيلو مادريش كيفاه. المهم هنا بعد ما تشكلت لي رغوه نحكم الكاس وربع هذاكا نضيفهم بالتدريج على 4 مراحل هكا بشوي 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 بشوي، وانا نخلط في الباتير اعلى سرعه. هنا لازم الوصفه هذه فيها الباتير باه يطلع لكم بياض البيض، سينو مش تنجح لكم. هنا هاكم تشوفوا نبقى هكا ندرب مليح مليح حوالي 10 دقائق، كل وحده والباتير والقوه تاعو. هنا هاكم تشوفوا، هنا نقريب نكمل الكاس هذا، من بعد نحط ربع على دفعه واحده. هنا شوفوا، هنا بعد ما تقالي خلاه هذاك الميلانج زدت الربع تاع السكر عادي، السكر تاع قهوه خشن نورمال. راح نبقى نضرب فيه حتى كي نعودو نقلبو البول هذا ما يطيحش داك الميرانج، يبقى لاصق في البول، يجي خليط ثقيل. كي تقلبي البول تاعك ما يتقلبش. دوك نعطيلكم هنا كيف ما هاكم تشوفوا، هنا سي بون. هنا حتى كي ترتخيه ما يطيحش هاكم تشوفوا سي بون. هنا كي وصلنا المرحله هذه صاي نحيو الباطر على جهه، وعندي زوز كيسان نفس الكاس هذا اللي كيلت به السكر، راح نكيل به زوز كيسان تاع لوز مرحي رقيق خلاص. انا رحيته رقيق خلاص، تحبي ترحيه نص نص رحيه نص نص، مي هو يقلق شوي في الفم، مي عاديك رحيته رقيق خلاص، وكل وحده الرحيه تاعها كيما تحبها. هنا ماذا بيكم ترحيوه كيما نقولوا هكا ما يديرونجي لكمش ولادكم ولا سنيهم يوجعوهم ولا واش كان. انا رحيته هكا. هنا جبت، هنا تقدر تبدلي بكاوكاو اللي عندها حساسيه من الكاوكاو، كيما كاوكاو كيما انا دير اللوز. بصح هي مش اي مكسرات عندك اعتمدها، ديري زوز كيسان برك، اي مكسرات انت تفضلها وتحبها. هنا تحكمي مغرف تحطب وتقلبي من الفوق للتحت. انا هاني مسرعه شويه الفيديو، مي هو متسرعيش خلاه، اخدمي في راحتك، قلبي الفوق لتحت ما يهبطلكش هذاك الخليط. زدت هنا نص مغرفه صغيره فاني ونص كاس فارينه، نص كاس فارينه عندكم تروحوا تزيدوها تولي لكم مسكوتشو ما توليش كاستان. هنا نفس لاستيس، هنا قلت لكم اني مزربه الفيديو مي اني نخدم بعقلي خلا. من الفوق للتحت حتى يتميلونجا كامل هذيك الفارينه والكاوكاو مليح مليح، تولي لكم بات واحده. بصح بلا ما تزربوا مهما يهبطش الخليط تاع البيض بتبقى لكم خفيفه وتجيكم بسكوي يسخف. هنا حطيت هذاك ورق الطهي، هنا لازم ورق الطهي باه ما يلصق لكمش، الواحد ديجا هو خفيف بورق الطهي ونحيوه كيما نقولوا حنا بالعقيله، ما ديريش راح يتكسر لك تفتفت لك كامل في السنين. ديري ورق الطهي واطرحي هذاك الخليط بالعقيله، ساعديه، قلت لكم راني مزربش في الفيديو ملي نخدم براحتي، انا نخدم بالعقيله. هنا راح نحاول نقلبو كامل على قد البلاطو تاعي، نسقمو مليح مليح كيما يقولوا، ماشي جهه رقيقه وجهه خشينه، نعدلو ومن بعد نخبطو زوج خبطات من اليمين زوج خبطات ولا 3 من اليسار. حاولوا تخبطوا شويه مليح باه يتسوى لكم من تحت يجيكم سمك واحد. نحطو في درجة حرارة 180 الفوق والتحت ولا حتى 160، ما جوست يشيح، تحطو هكا الفرشة ما تخليوهش يحمر، يديلكم قماش مليح. هنا بعد ما طاب نخليوه يبرد مليح مليح مليح، خليوه ساعتين 3 يبرد خلاه البنات. بعد نعطيكم لكم واش نديرو الوقت اللي لوطون هكا اللي يبرد فيه. نحكم 250 زبدة صغيرة نقسمها على زوز، نسحق غير 125 غرام، 250 غرام هذيك الصغيرة ندي نصها هاكم شفتوا، قسمت بالسكينه نص يعني 125 غرام زبده، مرقارين زبده اي شيء كما يقول. هنا جبت معاها نص فنجان زيت حطيته معاها، وراح نضرب شوي قيس 3 دقائق 4 حتى يتمزج لي الخليط سوا هكا. ومن بعد نزيد كاس سكر جلاسي، هنا السكر مش سكر خشن، لا سكر جلاسي.
هاكم تشوفوا تجي تسخف هذه الكريمه البنات، تنجموا تحطوا معاها شوي شونتي. انا ما حطيتش، ما كانش متوفره. يكون متوفره راني حطيت قيس كيما نقول حاجه مغارف شونتي، راح تبدلها الكخله وتجي تسخف. هنا الوقت هذا حطيت 3 مغارف صغار تاع قهوه، ومن بعد البنات اللي ما صورتهاش حطيت 3 واحد اخرين، تعادل لك القوت الحلاوه وتجي فيها النكهه تسخف وتقتل لك طعم الزبده خلاه، تجي هايله. الكريمه هذه هاكم تشوفوا عندكم قدام لكم الكاميرا على البال، تشوفوا تجي خفيفه 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 خلاه، اون ديري با فيها الزبده. هنا تنجموا البنات ديروا نسكافيه مع 3 مغارف حليب، دوبوها وتحطوا تاعنا كيما تحبوا، كل وحده كيفاه. انا جاتني اسهل هكا، حطيت هكا. ما عنديش نسكافيه، حطيت القهوه، حطيت 6 مغارف صغار. هاكم تشوفوا نبقى وشي. اضربوا مليح البنات، اضربوا مليح. هاكم تشوفوا كيفاه هنا ضربتها حتى نضاعف حجمها، اون دي طلعت تبدلت خلاه خفيفه خلاه. هاني قدمت لكم هنا تشوفوا به تفهموا انها جات صح خفيفه، كي تطلعي تطلع معك رغوه. انا جبت بلاطو كيما البلاطو الاخر، حطيته في كرش تاع الاخر. هاكم تشوفوا ما تقلبوش طول يتفتفت لكم البنات، حطيته في كرش وقلبت. هاكم تشوفوا ان شاء الله تكونوا فهمتوني برك. هاكم تشوفوا ونحي بشوي هنا يبرد خلاه البسكوي. نحي البابي تاعي بالعقيله او يتنحى لكم فاسيلمون، ساعفوا بركه باسكو البسكوي خفيف. بس كيما تشوفوا ما فيه والو، بخاسك مكسرات وبيض البيض. هنا نحيه بشويه وراح نحي قيس اندوا من الحواف هذيك الزايده. تحبوا البارتي هذه ديروها درك في الاول، تحبوا من بعد. هنا انا نحيتها في البارتي هذه به ما تديرونجينيش، ومن بعد كان هاك ولا شفتوا اعوج ولا حاجه راح نزيد نحي منه. هنا هاكم تشوفوا، هنا شوفوا تلمو خفيف خفيف خلاه نساعي فيه بالعقيله. هاكم شوفوا قيس اندوا من كل جهه. هاكم تشوفوا هنا بعد ما نحي هادوما الردوش ولا الحواف راح نحط راح نقسم عفوا البسكوي هذا على نصفين. هادوما الحواف راح نزين بهم وندير بهم ليفيرين ان شاء الله المره الجايه تاع الكاستير نديرها انا وياكم ان شاء الله. الخطره هذه ما حبيتش الفيديو يجي طويل. هنا راح نقص هذا البسكوي على النص، نقسم قصدي. هنا يفضل انه يكون سكينه كبيره تاع منشار تعاونك بزاف. قلبت على الجهه الاخرى وراح نحط لك خام تاعي. هنا شوفوا كيفاه البسكوي طري وكي تحشى ويربوزي شوي في الفريجيدار تعود يعني طعم ما شاء الله، يجيب بنه يعني مع العصائر مع القهوه سهره. انا عملته سهره ولادي، هذا سهره الخميس ان شاء الله ندير لكم عليها فيديو. ماذا بيها كان نهار الخميس كي نتلموا ونقعدوا نسهروا، تكون حاجه حلوه هكا وملاحه في الطابله. مش شرط تكون حلوه، مي تكون حاجه يحبوها العائله كامله ومفيده. هذا البسكوي بالنسبه لي معمر لوز ومكسرات روعه. هنا عمرت لاكريم تاعي، درت تبقى ملاحه كوش مليح. وهنا جبت نصف لاخر حطيته. وهنا البنات جبت شوي حواف برك حطيتهم منه، وبعدين نقصوا داك الزيت. جاني هكا شويه مش مليح مش مسقم قصيت. هنا راح نحط كوش واحده اخرى من كريمه الزبده تاعي ونعدلها هكا. قلت لكم لا جاني شكل اعوج. بعد راح نحي شويه من هذه الجهه اللي مقبلتكم شوي هكا قيس اندوا كيف الاخر وشوي من باه تجيني الكعبه معدوله. هنا يعني التقطيع كما كل واحد وش يحب. تحبي تقصيه قيس ترانش كما يتباع، تحبي ديريه مربعات، كل واحد وش يحب. هنا كما تشوفوا بعد ما كملت تغطية هذيك الأكخام من الكوش الثانية، جبت هذوك شوية روتوش يعني الحواف عفوا، حطيتها هكا شوية برك. أنا منحبش ياسر، تحبوا تحطوا ياسر حطوا ياسر، دبروا راسكم كل واحد وش يحب. جبت اللوز المرحي خلاص هذاك وحنغطي كامل الوجه هذا
الوجه هذا للفوق كامل راح نغطيه باللوز مرح رقيق. تحبوا تحطوا من الفوق التزيين تاعكم حواف كامل، تحبوا تحطوا لوز إفيلي، تحبوا تحطوا أي نوع من التزيين تحبوه حطوه، مشكم مجبرين على حد شيء، كل واحد وش يحب. أنا هكا نحبها، ولادي يحبوا هكا ياكلوها، تجي ملاحة هكا في شكلها، وكل واحد وش يحب. أنا قلت لكم بعد رقليتها وقصيت الحواف هاكم تشوفوا هنا. بعد ما خليتها في الفريجيدار لتحت بردت لي حوالي 6 سوايع، تبرد مليح مليح يعني تتربوزي كما نقولوا حنا، باه نجيو نقصوها. شوفوا انا دلت هنا الحواف تاعها كامل. وراح نجي نقصها. القصة هنا قلت لكم البنات اختياري، تحبوا تقصوها دي تخونش، تحبوا تقصوها كيما درت انا هكا مربعات. راكم شوفوا البسكويت كيفاه طري بنين، ما تقدروش تفهموا البنة حتى تجربوها وتاكلوها. يجي رائع رائع رائع، ملاحة لمناسباتكم، لعيد ميلاد، للسهرات، للأعراس تاعنا. تحمر الوجه، جربوها على ضمانتي. لا يعجبكم الفيديو ديالي جام وابوني. وباي باي، نحبكم.